هذه الصرخة كانت إعلان بداية الحكاية. بكاء هذا الصغير كان أول صوت يأتي به إلى الدنيا، لكنه لم يكن آخر شيء. جئت إلى الدنيا، خرجت إليها لا تعلم شيئا، لا تعرف شيئا، كبرت، أصبحت شابا، كهلا، شيخا، عجوزا، ثم ماذا؟ ثم مت. تبني أحلامك وتجمع أموالا وتبني دورا وعقارا وتعد الطموحات والأحلام، وظننت أن هذه هي الحقيقة للحياة. لكن الأمر ليس كذلك. إن هذه الحياة التي تظنها نهاية كل شيء ما هي إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة. سماها الله له وسماها لعب وسماها زينة. زينت لك زهرتها وفتن كثير من الناس بها وظن أنها المستقر الأبدي له، مع أن الحقيقة ليست كذلك أبدا. هذه الحياة ما هي إلا اختبار قصير، ثم الحياة الحقيقية هنالك في الآخرة. وبين الحلم، حلم الدنيا، وبين اليقظة، يقظة الآخرة، هنالك برزخ لا بد أن يمر الإنسان من خلاله، وهو مرحلة الموت. منذ موتك إلى قيام الساعة قد تبقى أياما، شهورا، سنين، آلاف السنين، ولا يدري أحد عنك شيء، وأنت في عالم اسمه عالم البرزخ. فمهما طال عمرك لا بد أن تعيش ذلك البرزخ، ومهما عمرت في الدنيا لا بد أن تموت، ومهما بنيت كل ما بنيته لا بد وأن يفنى يوما ما. وصدق من قال: كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت. أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. هل سألت نفسك يوما لماذا كل شيء حولك يفنى؟ كلما كمل شيء في الدنيا نقص، وكلما عمر شيء فيها خرب، لأن الحقيقة التي لا يعلمها أو لا يريد أن يعلمها كثير من الناس أن الحياة الدنيا ليست دار قرار وليست دار كمال، وإنما هي دار هم ونصب وكد وتعب. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فكلما تم فيها شيء لا بد أن يتلوه نقصان، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. فالأيام تمضي سريعة والعمر يجري من بين يديك، وحياتك تفنى دون أن تشعر، وعمرك بدنك إذا ذهب يومك فكأنما ذهب بعض بدنك. قلنا: تجمع وتنسى وتنشغل وتنسى وتعيش وتركض، ثم تصطدم بالحقيقة التي تريد أن تهرب منها ولا محيص، وهي الموت. وبعد الموت ذلك البرزخ. هنالك حين يصطدم المرء بالموت لن يتذكر شيئا مما جمعه، لن يتذكر الأولاد ولا الزوجة ولا العقارات ولا الأموال ولا الشركات ولا الطموحات التي كانت في قلبه وعقله ولا الآمال، إنما أكثر الناس سيدندن بكلمة واحدة: قال رب ارجعون. لما تريد الرجوع؟ لتكمل ما كنت تفعله من آمال وأماني؟ لا 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 لا, لا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكنه يأتيه القول: فصل في الكتاب الفصل، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها العبد، كم مرة قد أخرت التوبة؟ كم مرة قد أخرت الرجوع إلى الله عز وجل وقلت: غدا سأعود وغدا سأرجع إلى الله عز وجل، ثم جاء الموت قبل أن يأتي ذلك الغد. ولذلك لا يستعد للبرزخ وللموت إلا فطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ما أقصر هذه الحياة والله، مهما عشت فيها، لو عشت فيها ملكا متوجا مرتاحا في كل شيء، كل ما تريده يصل إليك، ثم ماذا؟ ثم الموت، وكأنك ما عمرت فيها قط.
فمهما كنت منعما لابد أن تذوق الكأس الذي ينسي كل صاحب نعيم النعيم الذي كان يعيشه. وجاءت سكرة الموت بالحق. سمى الله الموت ماذا؟ سكرة. صاحبه كالسكران الذي لا يستطيع أن يهتدي لشيء من شدة الهول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فكم من إنسان قد متع، وكم من قد متعت، ولسان حالهم كما قال الله عز وجل عنهم: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حين يأتي الموت الذي لا محيص عنه ولا مناص منه، هنالك تسحب الروح، تسحب بشدة لا يعلمها أحد إلا الله، ثم تسحب بشدة لا يعلم هولها إلا من يعانيها، ولكنه للأسف لا يستطيع أن يخبرك بما يذوق، لا يستطيع أن يخبرك بما يذوقه من ألم وشدة. ثم ينزل قبره، ذلك المكان الذي ما رجع منه أحد ليخبرنا عما حدث له، ومع ذلك يقينا أنه سيصيب المرء فيه شيء من اثنين: إما نعيم وإما عذاب. فلا تغتر بطول الحياة، فالحياة كما قلنا وكما قال الله هي متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. فهذه الحياة مهما طالت في الأول والآخر هي ماذا؟ هي متاع. في هذه اللحظة فقط ستدرك أنك كنت تعيش حلما قد تراه طويلا في الحياة، تراه سنين، لكنك حين يكشف عن بصرك، قال الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ستعلم أن كل هذه المدة لم تبلغ إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الغريب أو المضحك أن كثيرا من الناس يقول: ليتني أموت فأستريح، قد ذهب إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة خطأ، ولم يذهب إلى المثوى الأخير. مثواك الأخير هنالك إما جنة، نسأل الله أن نكون منها، وإما نار والعياذ بالله. يظن كثير من الناس أن هذه نهاية الرحلة، لكن حقيقة هي البداية، بداية رحلة مختلفة تماما عما كنت تعيشه. رحلة اسمها برزخ، تنزل قبرك، تعيش في برزخ خاص بك، ولكل واحد حاله. هذا البرنامج بإذن الله سنتكلم فيه عن ذلك البرزخ، وعن الموت وأهواله وشدته وعلامات حسن الخاتم وعلامات سوء الخاتم. فكم من إنسان قد تراه منعما، قد تراه مرتاحا في الدنيا، قد تراه مستورا، ثم يفضح في قبره، ثم يفضح عند موته والعياذ بالله. وكم من إنسان قد يكون على معصية ثم يتداركه الله برحمته فينجى عند موته. وكم من إنسان ينطلق لسانه عند الموت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وكم من إنسان يقيد لسانه عند الموت، يقال له: قل لا إله إلا الله، يقول: لا أستطيع. كل هذا كما قلت سنعرفه، كيف يغسل الميت، ثم سوف نتكلم عن القبر، ونتكلم من مسألة فقهية، من ناحية فقهية، عن القبر وأحكامه وأحكام المقبرة، ثم وأحكام قبلها وأحكام الجنازة والصلاة على الميت، ثم ندخل بما جاءنا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا سننزل مع الميت في قبره، ننظر كيف حاله في القبر، هل هو منعم، هل هو معذب، كيف العذاب وكيف النعيم، على روحه أم على جسده أم على الروح والجسد، وكم يبقى، وهل يسمعنا، وهل نزوره، وهل يأتي إليك، وهل يبلغه دعاؤك أو أعمالك أو كلامك إليه. كل ذلك سوف نجعله في هذا البرنامج بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.